نبدأ كده على بركة الله ونقول جمعة مباركة عليكم. وده أول فيديو ليا بعد تعب الجماعة، يعني ربنا يشفى يا رب ويشفي كل مريض. والله 3 أيام قافل المحل، الواحد بيكلم نفسه والله، بس غصب عني لازم أفتح عشان ده طبعا أكل عيش، وفي نفس الوقت في ناس أصلا شغلها متأخر فزعلانة طبعا. وطبعا أنا آسف على أي شغل متأخر، طبعا غصب عننا يعني. الحمد لله الشغل ده راح لواحد اسمه عم فكري، ربنا يبارك له، راجل محترم. أنا اتعاملت معاه كتير، أو أنا يمكن كنت خدت منه شغلانه وهو راجل محترم. وايه لما عرفني قال لي ابو جان انا محتاج منك الطلبات دي وانا متاخر عليه في الشحن طبعا عشان الظروف اللي عندي. فنقول صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. وده كده بطاريه، ده كده البطاريه اول بطاريه يو بي اس طبعا، فمخرج اليو بي اس شغال تمام وحاجه بسم الله ما شاء الله، و12 فولت. ودي بتعرفنا ان هي مثلا ده كده كام، 1 2 3 4 مؤشر. اول ما يكون مؤشر واحد، يعني اول ما يكون مؤشر واحد يبقى كده عايز الشحن عادي يتشحن، بس يتشحن بشحن 12 2 امبير. انا نفسي بشحن بشحن 4 امبير كمان اهو عادي. لازم ترانس 2 امبير عشان يقوم معاك، تسيبه ساعه ساعتين، انت عندك دايره حمايه شحن وفصل. لما بتشحن بتفصل لوحدها، كل حاجه زي ما انتم فاهمين وعارفين شغل ابو جنى الحمد لله. طب نفصل. وكده كشاف طبعا قوي جدا، يعني قوي جدا جدا. نبص كده اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله. وفي دفعه جديده ان شاء الله جايبه ايه، العلب اللي هي البلاستيك برضه، بس هتبقى 3 خليه ان شاء الله. والله بعدت اجيبها باذن الله، اهي شغاله. وطبعا ده كابل 1 في 1 طبعا، معمول بقى بشغل نظافه كده، كابل 1 في 1. وطبعا ده زي ما تقول تلبسه حراري كده برضه، حاجه نظيفه جدا عشان برضه ما يبقاش كرتون وشغل عك. تمام كده احنا وصلنا الجاك اهوت برضه عشان نجربه، وهوروا له كمان يعني على الفولت عشان يعني نتاكد ان الفولت اصلا يعني هو شغال، انما بالوش كده مش هينفع من المؤشر. طيب ولو فتحنا، نفتح كده اهو، كده فتحنا تمام التمام الكابل اهوت ماشي. وصلنا الكابل للافو، نبص كده الفولت بتاعه حاجه بسم الله ما شاء الله 12 ونص. طبعا 12 ونص ده بيديك بالظبط ساعتين ونص 3 ساعات على ايه. انا كمجربه بالنسبه لي انا على شاشه 10 بوصه قعدت ساعتين ونص، ساعتين وربع، حاجه ممتازه اهو. ده كده قدام منكم اهو، خلاص تمام. طيب ده كده البطاريه خلاص. طيب وقال لي معلش يا ابو جانا انا محتاج ريسيفر اتش 3. طبعا الله اكبر على الجهاز ده بصراحه، الواحد بيبيع منه وهو مطمن. انا نفسي عندي جهاز في البيت فارمه من كل حاجه شرينج ماجيك كام، كل حاجه 100 ولسه برضه متاح عندنا بفضل الله، لسه متاح عندنا بفضل الله الحمد لله ماشي. طبعا الحاجه الكويسه انا بتخلص بجيب منها على طول، ليه شغاله حلوه. طيب انا كابو جانا قدام منك انا، ولا هو واخد السوفت اخر سوفت وموجود معاه ملف قنوات. كده انا بنزل ملف قنوات جديد متحرك للكل ان شاء الله، بس من فوق بسم الله فين. ادا كده الجهاز قدام منك اهو بحاجتك، انا ولا هفتح ولا اشوف. ادا كده الريموت البلوتوث، وادا حاجتك، وادا الحجر، كل حاجته بما يرضي الله، والعدسه كل حاجه بما يرضي الله. كده حاجتك يا عم فكري ماشي. واسف على التاخير، وهروح اشحن لك اهو وربنا المستعان. ادا كده الجهاز اهوت اتش 3 ماشي. وبرضه عشان يعني يبقى في مصداقيه انا قلت اوصل كهرباء على الاقل، كهرباء بس وايه، ونطلع صوره عشان نتاكد ان الجهاز شغال مفيش فيه اي مشكله خالص. برضه حقك مفيش فيه مشكله لما اتعب شويه، بس عشان تبقى عارف اتش 3 اهو. ادي الجهاز اهو حاج شغال اتش 3، وده كده شغال تمام التمام، مدفول 14 مفيش فيه مشكله خالص، وربنا المستعان. واي حد محتاج حاجه، الناس اللي كانت متاخره بالشغل ده تحت امركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.